السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض سمكة التونة او التونة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله لو جربتوا الطريقة هتعجبكم جدا جدا. تعالوا ندخل في المقادير على طول عشان ما اطولش عليكم. معانا هنا سمكة من اللي هو السمك البلاميطة او المكري زي ما انتم بتقولوا عليه، معرفش بتقولوا عليه عندكم ايه في بلدكم. اول حاجة معايا 2 قرن فلفل بارد او حراق زي ما بتحبي. تمام. معايا بعد كده بصلايه غسلاها طبعا، والفلفل غسلاه، قطعهم قطع كبيره عادي مفيش مشكله، مش لازم قطع صغيره. القرن اللي فاضل والليمونه، طبعا لازم الليمون لان السمك بتاعنا بيبقى الزفره بتاعته جامده جدا، فلازم ايه تحطي عليه الليمون. ما تنسوش بقى اللايك لو وصلت معايا لحد الفيديو لحد هنا، ما تنسيش اللايك. هنحط بقى معلقه ملح صغيره ومعلقه كمون وفلفل صغيره، وبعد كده عندي فلفل حصى، كمون حصى، وكزبره حصى، ورق لورا قطع صغيره، هضيف معلقه عليهم. اي عندك بهارات ضيفيها عليهم مفيش مشكله. بعد كده عندي في حله صغيره ميه بتغلي على النار، هضيف عليهم المكونات اللي احنا عملناها مع بعض اهيت. عندك بقى اي مكونات من التوابل ضيفيها عادي مفيش مشكله. بعد كده هنروح للسمكه بتاعتنا هننضفها طبعا، هنطلع بقى الزيادات اللي فيها دي كلها، الشوك وكله، واهم حاجه ننضفها كويس عشان الزفاره. هنقطع الراس دي احنا كده مش عايزينها. هنجيب بقى معلقه وننضف اللي جواها. اهم حاجه السمكه تكون نظيفه كويس مغسوله كويس وهننضفها دلوقتي مع بعض كويس جدا. هنروح بقى للميه. بعد ما رحت للميه وغسلتها كويس اهيت، شايفين قلبها، هجيب ليمونه كده واتعجن من جواها كده عشان الزفاره كويس اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقطعها 3 قطع زي ما انتم شايفين. هسيبها حوالي 5 دقايق مع الليمون كده، وبعد 5 دقايق بنروح للحلة على النار تكون غلت شوية بالمكونات اللي احنا حطيناها اهيت. هي كده غلت شوية حلوين. هنضيف بقى السمك. طبعا هي من كتر الغلوان بتاعها المية بتاعتها نشفت شوية، فانا عايز السمك بتاعي يتغطى من المية، عايزاه يبقى متغطي كله من المية، فانا هزود المية عشان يبقى متغطي اهو. وهسيبه بقى على النار لحد ما تستوي، هتاخد حوالي 10 دقايق مش وقت كتير وهتستوي. اهم حاجه تسيبيها لما تستوي على الاخر، يعني ما بصوا ما تستعجليش عليها خالص. هي هنا بصوا اهي خلاص، بس انا هسيبها كمان شويه برضو. شايفين هي كده خلاص اهيت، خدت حوالي 7 دقايق كده. هسيبها كمان شويه وههوت عليها النار ما تبقاش على اعلى حاجه. بعد كده معانا مع يعني نص كوبايه من الزيت، عليها معلقه فلفل، معلقه كمون صغيره، معلقه بهارات والزيت، بس كده مفيش اكتر من كده. ومعايا طبعا بصل وطماطم. طبعا انا عندي هنا السمكه اهي خلاص استوت. صفيت شويه من الميه، المحلول الميه اللي احنا كنا عاملينه اللي هي غلت مع النار بيها، وبعد كده صفيت شويه وحطيت منها شويه وعصرت ليمونه اهيت. ده محلول الميه اللي كانت على النار. فبتيجي بالصفايه كده وبتضيفي شويه. طبعا دلوقتي كلكم عرفتوا اللي احنا بنعمل تونه. دلوقتي بقى السمك استوى زي ما انتم شايفين اهوت ودايب ذوبان اهو. بعد كده هننضفه كويس. نضفيه بقى من الشوك، من اللي هو في الظهر دوت، اللي هو الاسمرار اللي في الظهر بتاعه. شايفين بصوا، سمكة واحدة طبعا هتعمل لك حوالي علبتين تونة كبار، يعني ممكن تعمل لك 3 علب تونة من اللي هي العلبة ب20 جنيه. بسمكة واحدة بس هتعملي كمية كبيرة جدا، وطبعا حاجة نظيفة لك ولأولادك وكمية محترمة. لو هتجيبي علبة تونة بس من بره شوفيها هتعملها بقد ايه دلوقتي، وطبعا ما بيبقاش فيها كمية السمك اللي انت شايفاها دي. طب والله في اي استفسار سيبولي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتعملي لايك للفيديو. المحلول بقى ده يا جماعة لو انتوا مش هتعمليه للغدا تمام، هتقلبي السمكة في المحلول اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا عاملينه في الطبق، وهتحطها في برطمان وتسيبيها في التلاجة تقعد معاكي اسبوعين مش اسبوع كمان.
يعني تقعد معاكي اسبوعين في التلاجة من تحت ما يجرالهاش اي حاجة طبعا. في المحلول اللي احنا عاملينه ده وفيها الليمون طبعا مادة حافظة، يعني الليمون هنستخدمه كمادة حافظة وكمان بيضيع ريحة زفارة البيض، زفارة قصدي السمك. وبرضو في حاجة هقول لكم عليها، ما تنسيش برضو تضيفي نوع زيت كويس عشان بس ما يبقى ايه ما يغيرش طعم السمك، يعني تحسي ان بتاكلي تونة بجد، مش تونة عاملاها في البيت. الزيت طبعا بيفرق. ويا سلام بقى لو عندك زيت زيتون تبقى بصوا ملهاش حل، يعني زيت الزيتون ده بيبقى جميل جدا. كده خلصنا السمك بتاعنا زي ما قلت لكم اهوت، نضفناه كويس. هتقلبيه تقليبه بقى، لو انتي مش هتستخدميه ممكن تعملي سمكتين 3 وتحطيهم في التلاجة في برطمان وتسحبي منهم على قد الاكل بتاعك. دلوقتي بقى انا عاملاه ان انا ايه هعمله للغدا على طول. فانا هقطعها، يعني هقطعها هريها كده خالص في المحلول بتاعها دوت. المحلول اللي كان معايا في الكوبايه اللي كان معايا في الطبق ده كنت مصفياه من الميه بتاعتها اللي على النار، مصفيه بالصفايه واخده منها ايه شويه، وتاكدي طبعا مفيش اي شوك. كده قلبتها كويس وقطعتها كويس، طبعا هي طيبه اصلا هي مستويه، فانا بس بضغط عليها بالمعلقه بس كده، وانها تبقى ايه مهريه بس في المحلول. وبعد كده حطيت برده كمان شويه من المحلول لان حسيت ان المحلول بتاعها شويه. وبعد كده بقى هضيف الفلفل تاني اهوت، والبصل والطماطم هقطعهم بقى قطع صغيره عشان كده بقى على التقديم ان شاء الله. مش حابه تضيفي المكونات دي عادي مفيش مشكله طبعا، يعني حابه تضيفيها بطبقها كده بالمحلول بالخلطه اللي احنا كنا عاملينها بالزيت وكده بس تمام. حابه تضيفي تاني مفيش مشكله. وبرده تقدري تظبطي الملح بتاعها، شوفي الملح بتاعها ملح عذبه ملح قوي زي ما انت بتحبي. ولو عندك بقى قرن فلفل حراق حابه تعمليها سبايسي كده تبقى جميله برضو زي ما بتحبوها. كده خلاص اهوت بدأنا ان احنا نخلص كده. هنقلب بقى المكونات مع بعض كويس. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتعجب الاولاد جدا، يعني تحفه، وحاجه طبعا نظيفه. وعملت طبقين كبار، يعني طبقين كبار خالص كمان لو انتي هتشتري العلبه دي من بره مش هتعملي الكميه دي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا شعار بكل فيديو جديد مع قناه ورده في المطبخ. متنسوش بقى اللي يطبق التجربه يكتب لي في الكومنتات تحت جرب طبق التجربه وعملت ايه معي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.